الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في قناة ابن النعمان. امبارح عملت فيديو بث مباشر واتكلمت فيه عن أسباب هزيمة نادي الزمالك، والناس المتابعين والمشاهدين حد بعت لي رسالة قال لي ليه أنت ما اتكلمتش عن أسباب فوز النادي الأهلي. في الحقيقة كنت محضر فيديو امبارح وكنت هستكمل، ولكن قلت افصل الفيديوهين عن بعض خالص. الحلقه النهارده فيها كذا حاجه. الحاجه الاولى اسباب فوز النادي الاهلي، وهنتكلم عن الاسباب، وفعلا مقوله تسلم العين اللي راى مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي، فعلا تسلم العين اللي شافت هذا المدرب. دي حاجة. والحاجة التانية هنتكلم عن مفاجأة وهنسيبها في آخر الفيديو. في الحقيقة المفاجأة الأولى عن حقيقة إصابة إمام عاشور، والمفاجأة المدوية واللي هتهز الوسط الرياضي في مفاجأة قريبة للأسف الشديد هتزعل كل النادي الزمالك. طيب ايه اسباب فوز النادي الاهلي؟ النادي الاهلي لعب مباراه كبيره بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباراه القمه. الاهلي عمل شوط ولا اروع من كده. في اسباب كتيره طبعا، بغض النظر عن استقرار النادي الاهلي سواء الاستقرار الاداري او المالي. وفعلا النادي الاهلي عنده مدير فني على اعلى مستوى. بمعنى أصح أكبر سبب وأهم سبب في فوز النادي الأهلي هي إن اللعيبة شربوا فكر المدير الفني مستر كولر. المدير الفني بدأ بعد مباراة صن داونز اللي كان النادي الأهلي اتهزم هزيمة كبيرة فيها 5-1. بدأ مستر كولر يركز على الأخطاء، بيركز بشكل كبير على الأخطاء. وكان أهم جزئية تم معالجتها هو خط الدفاع. النادي الأهلي زي ما قلت لك استقبل 7 أهداف بهدف زيزو في مباراة القمة، بقى 8 أهداف. النادي الأهلي في المسابقة الدوري الممتاز 8 أهداف. كولر عالج الأخطاء بحذافيرها. اللعيبة شربوا فكر الراجل واقف على الخط بيشغل اللعيبة بفكره. اللعيبة شربوا بفكره. كان سبب رئيسي من هزيمة نادي الزمالك هي إن اللعيبة شربوا فكر المدير الفني لمستر كولر. طب ايه التاني سبب؟ السبب اهتمام وروح لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده روح الفانيلا، روح الانتصارات، روح البطولات، لا للهزيمة. رافع شعار لا للهزيمة. طب ايه السبب الثالث؟ والسبب الثالث سبب مهم جدا لكل الناس اللي متابعينا وبيقروا على الكوره وفاهمين كوره وكل الساده المشاهدين، هو ان النادي الاهلي ركز على عمق الملعب. كولر ساب الاطراف خالص. حسين الشحات يقطم لجوه في عمق الملعب. علي معلول وهو يعني باك شمال بيقطم نص الملعب. حسين الشحات كل اللعيبه كل الاهداف جايه من نص الملعب، لان نص الملعب كان فاضي. كولر واقف على الخط عمال يشوح بايديه، خش في نص الملعب، العب لجوه وعلى الجول. دي كانت اهم 3 اسباب. السبب الرابع وهو المشاكل الكارثيه في خط دفاع نادي الزمالك. خط دفاع نادي الزمالك يعني لو قلنا شوربه الناس يعني ما اعرفش التعبير لايق ولا لا، ولكن ضعيف جدا. دي حاجه. الرابع او الخامس
يعني عدم ارتداد لاعيبه الزمالك من الهجوم للدفاع بطيء. اللاعيبه في رجلها اكياس رمل، اللاعيبه مش قادره ترجع، بجد مش قادره ترجع. في لخبطه في التشكيل وكل ده احنا اتكلمنا عنه في اسباب هزيمه نادي الزمالك. اللي ما شافش الفيديو السابق يشوفه، واللي لو حد اعجبه عن تعليق على الكلام اللي بنقوله يا ريت تكتبه في الكومنتات، واشترك في القناه وادعم ابن النعمان هيصلك كل جديد. هنخش على الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها النهارده، وهي حقيقه اصابه امام عاشور. امام عاشور اقاويل كتير، خلاص هو مضى للاهلي والصفقه تمت وتمام، رغم ان في ناس طلعت بتقول لك لا ده لسه بيراميدز على الخط وبتاع، لا بس هو الموضوع خلاص اوريدي انتهى يعني. طب حقيقه الاصابه بتاعته، امام عاشور اتصاب وهو في الدنمارك، فطلب بناء على رغبته وطلب منه ان هو يرجع يتعالج مع الطبيب بتاع منتخب مصر. تمام. طب ايه هي الاصابه وايه هي طبيعه الاصابه دي؟ امام عاشور اتصاب باصابه صعبه جدا، وهي يعني اصابه في قطع في وتر العضله الخلفيه. على فكره الونش كان اتصاب منها الاصابه دي، وهو لاعب كبير ودولي محمود الونش. تمام. نفس الاصابه اتصابها حاليا امام عاشور. طيب المده اللي بيحتاجها بتحتاج حاجتين، المده دي مده الاصابه عشان تتعالج وتتاهل واللاعب يكون تمام 3 شهور، في حاله بشرط. ايه هو الشرط؟ ان اللاعب يلتزم. طب في حاله امام عاشور ما التزمش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اتحاد الكره وصلوا خطاب بعد ما ارسل طبيب المنتخب مع طبيب الدنمارك، بعت خطاب طبيب المنتخب قال له والله امام عاشور مش ملتزم في مرحله العلاج. رد ووصل اتحاد الكره خطاب بيقول ان اعتذروا عن اسلوب امام عاشور وعن انقطاعه. وعلى فكره امام عاشور انقطع عن العلاج لمده 2 أسبوع مثلا، يتعالج شويه وانقطع. ده هتزود المده؟ بالتاكيد هتزود المده. طيب هل مده ال3 شهور قطعيه؟ لا. الونش قلت لك اتصاب بنفس الاصابه، والونش على فكره لاعب يعني مهتم بنفسه جدا وشغال على نفسه كويس قوي وعايز يرجع لانه لاعب دولي، لاعب المنتخب. خد حوالي 5 شهور عشان يتم شفائه من هذه الاصابه. طيب المفروض ان امام عاشور كان يرجع للنادي الدنماركي في 20/6 لو التزم بالبرنامج العلاجي والتاهيلي له، ولكن عشان هو زي ما قلت لك بيتعالج شويه ويسيب نفسه شويه، اسبوع ويرجع او اسبوعين ويرجع، فالموضوع بيحتاج انتظام من اللاعب امام عاشور. ايه الثاني اللي موجود في الحقيقه؟ هو موجود على نادي الزمالك ان يعني تواصل واكد محمد حبشي وكيل اعمال المدير الفني لنادي الزمالك اوسوريو وعن يعني هل هيرحل هل هيبقى. هو الراجل اكد ان المدير الفني بيحترم التعاقد مع نادي الزمالك وهيستمر لنهايه الموسم القادم، وان هو شايف ان الزمالك هيكون على المسار الصحيح، بس يعني يحتاج دعم في مراكز. يعني هو اتكلم قبل كده سوريو في مؤتمر صحفي عن مهاجم اجنبي، يكون مهاجم قوي اجنبي مع سيف الجزيري، وبيتكلم على مدافع بيلعب برجله الشمال بديل احمد فتوح. وان احنا عارفين طبعا ان الكلام كتير في الصفقات بتاعه نادي الزمالك، وهو محمود حماده ومحمد شحاته، وفي مركز حراسه المرمى في حاله ان ما
لم يتم تجديد لعودة. طيب ايه المفاجأة وايه الكارثة اللي هتتم في نادي الزمالك قريب؟ هتقول لي أزمة القيد وموضوع شيكابالا والغرامة ووقف القيد. على فكرة هو في الوقت الحالي بيتم تجميع المبلغ يعني، وهتتحل لأن الزمالك يعني في انتظار استقبال مبلغ محترم يعني من إعلانات السور بقى ومن سيف الجزيري ومصطفى فتحي والمشاركة وكل ده. طيب ايه المشكله الخطيره اللي هيتم قريب جدا ايام عنها؟ هي مشكله خالد بوطيب. خالد بوطيب رافع قضيه مستحقات، والقصه دي كلها حوالي 2.5 مليون دولار. يعني الموضوع هنا بالدولار. طب الموضوع خطير. على فكره اداره نادي الزمالك حاولت تحل بناء على المحامي الايطالي بتاع نادي الزمالك. اتصل بالاداره، اداره نادي الزمالك، قال له حل مع اللاعب وحاول تسوي، لان موقفك صعب جدا جدا. ودي كانت طبقا لتصريحات الناقد الرياضي الكبير هاني عصام، وهو بصراحه للامانه هو اول واحد قال هذا الخبر. طيب هل الدنيا هتمشي؟ وهل ايه راي سوريو في موضوع انسحاب الزمالك من البطوله العربيه؟ قال لك ان الموضوع فات خلاص من القصه دي، انا جاي عشان العب بالزمالك في كل البطولات، وهو طالب عده صفقات، وان شاء الله باذن الله ان الزمالك هيكون قادم وهيقف. ورساله من قناه ابن النعمان للجمهور الزملكاوي: ساند ووقف جنب فرقتك. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك واعمل اعجاب بالقناه وادعم قناه ابن النعمان، ان شاء الله يصلك كل جديد. وانتظرونا في الفيديو القادم في كل مستجدات وصفقات سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، خاصه موضوع مصطفى فتحي هنعمل عليه حلقه ثانيه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.